أكدت مصادرنا أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تحدث عن مباراة ميدياما الغاني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويحل الأهلي ضيفا على ميدياما في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال كولر اليوم خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: واجهنا صعوبات كبيرة بالأمس، ولذلك لم يكن التحضير للمباراة بالشكل الأمثل، ولكن سنقدم أقصى ما لدينا. وقال كولر: هدفنا كجهاز فني هو تحضير اللاعبين للمباراة بالشكل الجيد ومساعدتهم في الخروج من الأجواء التي تعرضت لها البعثة أمس. وشدد على عدم وجود أي أعذار قبل مباراة ميدياما غدا رغم كل الصعوبات التي واجهها الفريق، وجميع اللاعبين سيقدمون أقصى ما لديهم. وكان فريق ميدياما يخوض آخر مباراة على ملعبه ولديه الفرصة في المنافسة، لا سيما أن المجموعة متقاربة في النقاط، وبرغم الأجواء التي أحاطت بالفريق إلا أن الأهلي قادر على تقديم أقصى ما لديه خلال مباراة الغد وتحقيق هدفه منها. وأكد المدير الفني أنه يعتبر كل مباراة بداية جديدة للفريق، ولا ينظر إلي التاريخ في المواجهات، لكنه ينظر إلى محاولة الحفاظ على حظوظ الأهلي في التأهل من خلال تحقيق نتيجة إيجابية.